ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. وطبعا احنا دلوقتي في نهاية فصل الصيف، اتكلمنا كتيرة جدا عن فصل الصيف ومشاكل فصل الصيف ومعاناة فصل الصيف في انتشار الحشرات وهكذا. وبما اننا بقى وصلنا لنهايه فصل الصيف، لازم نقلق ونخاف ونحرص جدا جدا من عمليه البيات الشتوي اللي ممكن تحصل في بيوتنا وفي منازلنا. هنتكلم عن كل ده باستفاضه، ولكن خلوني ارحب بضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني، والحقيقه هي مش اول مره تنورنا، هي نورتنا كتير في برنامج شروق اليوم قبل كده، ولكن المره دي بقى ايه، لقاء كده غير اي لقاء فات، لان احنا معانا النهارده مناسبه سعيده وحدث سعيد خاص بيها هنتكلم عنه. خلينا ارحب بضيفتي الجميله اللي مشرفاني ومنوراني، الاستاذه دعاء رمضان، وكيل دولي لشركه لاستر بالدول العربيه. ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا استاذه شروق؟ منوراني بوجودك معايا. ربنا يخليكي. اولا انا عايزه اهنيكي على ما شاء الله التايتل الجديد وعلى المكانه الجديده اللي انت وصلت لها. احنا انتقلنا من موزعه محليه لوكيل، ومش مجرد وكيل محلي، لا ده ما شاء الله وكيل دولي بالدول العربيه. الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب، ربنا يخليكي يا استاذه شروق، تسلمي لي. استاذه دعاء، في البدايه بقى عايزاكي تقولي لي يعني ايه اصلا وكيل دولي، وايه دورك في الوكاله الدوليه الجديده؟ وكيل دولي يعني وكيل في دوله، اي دوله من الدول العربيه بيبقى زي الوكيل اللي في مصر كده بدوره. دوره اللي هو ايه، انه ياخد المنتجات يعني بيكون عنده منتجات كتيره جدا، فبيقدر ان هو يبقى عنده موزعين معتمدين كبار تحتيه. يعني الدايره بتكبر، بدل ما كان عندك انت موزعه معتمده عندك تحتيجي موزعين صغيرين، لا انت بقيت انت الوكيله، فبقى عندك موزعين معتمدين كبار تحتيكي ينزلوا موزعين صغيرين تحتيهم، فبقت الشجره اكبر. ده بالنسبه للوكيل. وكيل دولي بقى احنا طبعا حضرتك عارفه ان احنا فتحنا فرع في الامارات. طبعا. فاحنا بقينا بقى دلوقتي في دوله الامارات بقى عندنا مقر، فنقدر ان احنا ننزل وكلاء، او تقدر الاستاذه مروه حسن رئيس مجلس الاداره ان هي تنزل وكلاء في الدول العربيه، وبدات بدوله الامارات. طبعا دوله الامارات فيها حوالي 11 بيقولوها قاره ولا بيقولوها زي مراكز هنا عندنا. اوكي. فتقدر ان هي تنزل 11 وكيل في كل منطقه، وسايباها مفتوحه للوكلاء في الدوله العربيه اللي هي دوله الامارات العربيه، على ما ان شاء الله تقدر ان هي تنزل في الدول الباقيه. حلو قوي. طيب عايزه اعرف بقى حاجه مهمه قوي وتهم ناس كتير، على اي اساس بيتم اختيار الوكيل الدولي دونا عن غيره؟ طبعا احنا ما شاء الله عارفين ان الموزعات كتير جدا في شركه لاستر، كتير جدا يتمنوا منهم ما شاء الله المكانه والمرتبه اللي انت وصلت لها النهارده والتايتل اللي انت وصلتي له. على اي اساس بيتم الاختيار؟ هو اكيد طبعا اي حد فعلا يتمنى المكانه دي، وبصراحه انا يعني مبسوطه جدا بالخطوه دي جدا. وزي ما انت سالتي فعلا السؤال ده مهم جدا، على اي اساس بيختار الوكيل؟ بيختاروا على اساس الشغل بتاعه وقد ايه هو طموح وقد ايه هو شغال كويس، وعلى المكانه برضو اللي بيكون عندها في الشركه. يعني مكانتك في الشركه. أيوة. اكيد انت يعني مش مكانتك في الشركه ناتجه عن الشغل بتاعك. ايوه صح؟ من الشغل أصل المكانه مش بتيجي كده، لا المكانه بتيجي من شطارتك في الشغل واجتهادك وشغلك طبعا. فطبعا يعني الحمد لله على اختيار الاستاذه مروه ليا طبعا ان انا اكون وكيل دولي، دي حاجه كبيره ليا وشرف كبير. هحرجك بقى واقول لك على اي اساس تم اختيار دعاء رمضان؟ مش هاخد اجابتك، هنروح نشوف الفيديو ونرجع نكمل لقائنا مع بعض. ماشي. انا مش هقدر اضيف حاجه بعد كلام دعاء بصراحه. مدام دعاء من الناس المجتهده جدا، الشاطره الدؤوبه اللي بتشتغل على نفسها طول الوقت، بتطور من نفسها، بتاخد كورسات. هي فعلا اكتر حد يستاهل يبقى وكيل حقيقي دعاء. لو الوكالات مفتوحه في مصر كنت هتشرف بوجودها معايا جدا، وكنت انا اللي هقول لها تعالي ابقي وكيله، بس ما حالفهاش الحظ. بس انا مبسوطه قوي قوي النهارده، وشرف ليا ان انا جايه احضر احتفال بدعاء رمضان بالذات، بنت لاستر الوحيده اللي واخده لقب بنت لاستر، وده لقب جميل جدا اتميزت بيه واتشهرت بيه، ولقب فعلا انا مبسوطه انها واخداه. يعني مفيش حد يستحق ياخد اللقب ده غيرها، لان هي اكتر حد بيشتغل وبيطور من نفسه طول الوقت وفي صمت، وده اهم ما فيها. انها مش بتطلع تهلل وتقول انا النهارده خدت كورس في كذا، انا النهارده عملت كذا، انا جهزت كذا، انا زودت مجهودي في كذا. لا، اكتر واحده بتشتغل في صمت وتفاجئ الناس كلها بشغلها، وهي كبيره من اول يوم كانت في شركه لاستر فيه.
طبعا ما شاء الله. هي طبعا شهاده استاذه مروه مجروحه فيكي، ولكن دي شهاده دي حقيقيه، واحنا كلنا عارفين ده كويس جدا عنك، عارفين ان انت تعبتي، عارفين ان انت اجتهدتي كتير قوي قوي عشان توصلي للمكانه اللي انت فيها النهارده، واللي كلنا بنهنيكي عليها من كل قلبنا. عايزه اعرف منك ايه الصعوبات اللي مريتي بيها عشان توصلي النهارده انك تكوني وكيل دولي للدول العربيه؟ لا بصي، انا تعبت جدا، اشتغلت كتير عشان اوصل للمرحله دي. تعبت وعيطت كتير، ويعني مش قادره اقول لك انا قد ايه عانيت. الصعوبات اولها ان انا بدات صغيره جدا جدا جدا. كنت بشتغل على نفسي، كنت بحاول بقدر الامكان ان انا ما اقعش، وكنت اقع واقوم. يعني مش قادره اقول لك انا عانيت بقد ايه. يعني كنت لدرجه ان انا بشيل الشغل بنفسي، بوصل بنفسي، بعمل كل حاجه بنفسي عشان اكبر بسرعه. أيوة. وفعلا الحمد لله ربنا يعني جزاني على كل اللي انا تعبته في السنين اللي فاتت دي كلها. يعني حصلت لي دروبات كتير، وانقطعت عن العمل في لاستر لمدة 2 سنين، ورجعت تاني. وزي ما مدام مروة هي اللي قالت لي، وفعلا كلامها طلع صح جدا، انت يا دعاء هترجعي واقوى من الاول بكتير. انت هتكوني حاجة وحاجة كبيرة كمان. واكتبي من دلوقتي تاريخ اللحظة اللي رجعتي فيها لاستر، وسجلي وشوفي انت وصلتي لايه بعد سنة. ما شاء الله. وفعلا ما شاء الله الكلام اللي قالته بالحرف. هو برضه اصل بصي استاذه مروه حسن اكيد ليها نظره ورؤيه، ومفيش حد ناجح الا لما يكون ليه رؤيه فعلا صحيحه. هي بتقول كلمه انا عمري ما هنساها، بتقول لي انتوا تملي بتشوفوا القاعده، لكن انا فوق الهرم من فوق كده. فانا شايفه من فوق، انتوا شايفين من تحت. وده على فكره سمات اي شخص ناجح، صح، واي صاحب بزنس ناجح، صح. زي الاستاذه مروه حسن حقيقي. طيب احنا معانا فيديو من احتفاليه الوكاله الدوليه تاني، تعالي نروح نشوفه ونرجع نكمل باقي اللقاء مع بعض. اوكي. طبعا النهارده الفرحه مش فرحه ليا لوحدي، الفرحه ليا والتيم كله. طبعا الفرحه دي ما جاتش غير بعد تعب وشقه سنين كتيره. يعني انا تعبت على نفسي كتير انا والتيم بتاعي، فمن حقي ان انا افرح انا والتيم بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا ما وصلتش للمرحله دي من فراغ، انا تعبت سنين على نفسي كتير واجتهدت واشتغلت. احنا مش بنبيع منظفات زي ما الناس ما بتقول، احنا بنقدم رساله. احنا بنشتغل من البيت، الستات بتشتغل من البيت علشان تقدم حاجه هي مش قادره تعملها من خارج البيت. استاذ دعاء، طبعا زي ما شفنا ده كان الاحتفاليه الخاصه بالوكاله الدوليه وتكريمك. في سؤال مهم قوي يهم ناس كتير بقى دلوقتي بتتفرج علينا، لو نفسهم يفتحوا مشروع ويدخلوا معاكي، بناء على ايه بيتم اختيارك